بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في فيديو جديد. الموديول النهاردة بيتكلم عن information gathering أو reconnaissance أو الأوسنت، سميها زي ما تسميها. لو الاسم ده عدى عليك هو التلاتة يعتبروا هما نفس الحاجة. مبدئيا كده أنا في المرحلة دي أنا بحاول أجمع معلومات عن التارجت اللي قدامي أو اللي مطلوب مني أعمل له بنتستنج. بحاول ليه أجمع معلومات عن التارجت يعني. انا دلوقتي دخلت قلت هعمل بنت تيستنج على الشركه اكس مثلا. هل طبيعي ان انا اخش آه، اتست على الثغرات واعمل سكاننج واتست على الثغرات، واحاول اعمل الثغرات مره واحده او انفذ الثغرات مره واحده، او لو كان فيهم ثغرات اصلا. لا، ده مش طبيعي. لازم انت تفهم التارجت اللي قدامك ده هو عايز منك ايه او طالب منك ايه، بحيث الحاجه اللي انت هتطلعها تكون اصلا بتضوي الشركه دي. ما ممكن انا اطلع حاجه ما بتضويش الشركه دي. زي مثلا على طول في البلاتفورم اللي هي هاكر وان بتلاقي حاجه اسمها اوت اوف سكوب، واتكلمنا عن السكوب قبل كده. الاوت اوف سكوب ده بيقول لك لا، انت تست على ثغرات ايه وما تستش على ثغرات ايه. حاول على قد ما تقدر في المرحله دي تفهم التارجت اللي قدامك ده طالب منك ايه او عايز ايه او هو بيتكلم عن ايه، عشان بعد كده لما تطلع فيه حاجه تبقى متاكد فعلا ان الحاجه دي بتضر الشركه دي او السيستم اللي انت بتعمله بنتست. تمام. احنا بنعتمد في الباسيف ريكون او في المرحله دي عن طريق حاجه اسمها، او بنعتمد على حاجه اسمها ثيرد بارتي، اللي احنا بنروح نجمع معلومات عن التارجت اللي قدامنا عن طريق حاجه اسمها الثيرد بارتي، اللي هي ايه؟ زي جوجل، زي بينج، زي شودن. كل الكلام ده هتعرفوه. انا بس بحاول افهمكم قبل ما ندخل في التكنيكس او التولز، تعرفوا احنا ليه اصلا بنعمل المرحله دي. آه، وبرضه خلي بالك اللي احنا في المرحلة دي، في مرحلة الباسيف ريكون أو الانفورميشن جاذرينج، اللي احنا ما بنحتكش بالتارجت. احنا ما بنعملش اتراكت مع السيرفر أو مع التارجت أو مع الشركة. فاللي احنا بنعمله ده ما بيخليش الشركة تشك فيا اللي أنا بعمل حاجة مثلا الليجل أو حاجة تضر بالشركة. لا، أنا بروح أجمع معلومات في جوجل، في بينج، استخدم شوية دوكس، حاجات من دي، بس ما بحتكش بالسيرفر. ببع... مثلا في مرحلة السكاننج انا بفضل ابعت باكت وريكوست. ف... فانا كده بحتك بالسيرفر، وممكن اصلا الباكت والريكوست دي توقع السيرفيس اللي انا بعمل تيست عليها، لو هي اي كلام يعني. ف فاحنا في المرحله دي ما بنحتكش بالسيرفر، مش بندور السيرفر، وما بيخليش الشركه تشك فيها ان انا بعمل حاجه غلط مثلا. تمام. تالت حاجه برضه عايز اكلمكم عنها، ان مرحله الريكون دي او مرحله الانفورميشن جاذرينج دي يعتبر او مش يعتبر هي اهم حاجه في مراحل في الميثودولوجي بتاعتنا، او كاهم مرحله لو انت عايز تعمل بنتستنج لشركه او داخل تهنت على شركه فكر وان مثلا. دي صدقني والله دي اهم مرحله في كل المراحل. اهم مرحله، مش هقول لك اهم مرحله من الاكسبلويت كمان. فانت ما ينفعش تخش كده، انا عايز اطلع ثغره بسرعه، انا عايز اكسبلويت الثغره عشان اروح ابلغها. لا، مفيش حاجه اسمها كده. ما انت مش هتعرف تطلع الثغره غير لما تفهم التارجت اللي قدامك. وهتفهم التارجت ازاي؟ لما تدور فيه وتبحث و... وتعمل ريكون صح. بس على الجانب التاني، اللي مثلا زي السي تي اف او الماشين على هاك ذا بوكس او تراي هاك مي، الريكون او الانفورميشن جاذرنج ده مش بتحتاجه. ليه مش بتحتاجه؟ لان اصلا البلاتفورم دي بتديك الموقع المصاب او السيرفيس المصابه، وهي بتقول لك اعمل لها اكسبلويت، حاول تعمل انوميشن او تعمل لها اكسبلويت. فانت اصلا هو مديك الحاجه المصابه، يعني انت مش محتاج ان انت تبحث عنها او تعمل لها ريكون. يعني في السي تي اف او الماشين مش بتحتاج المرحله دي. آه، طب ايه اصلا المعلومات اللي احنا بنجمعها عن التارجت؟ او مش انت قلت ان المرحله دي احنا بنجمع معلومات؟ هو المعلومات مقسومه حاجتين. اول معلومات بتبقى مش تكنيكال قوي، مش مش معلومات تكنيكال، بس هتفيدنا جدا وهتعرفوا قدام ليه هتفيدنا المعلومات دي او اللي احنا بندور عليها.
معلومات زي الايميلز والدوكيومنت والشركاء بتاع الشركة مثلا والدومينز. لكن في مرحلة السكاننج مثلا هنجمع معلومات تانية غير اللي احنا جمعناها في المرحلة دي. هنجمع معلومات شبه البوت والدي ان اس والاوبريتنج سيستم، ونعرف اكتر عن السيستم اللي احنا بنجمع معلومات عنه. دلوقتي عايزين نختار بروجرام نطبق عليه اللي احنا هنعمله في السيشن. نخش على الهاكر ران ده. نختار بروجرام، لا بروجرام. بص، هو في حركة خنزيرة حصلت معايا، فأنا قررت إن احنا هنطبق على بروجرام تاني إن هو ده. ليه؟ هما باعتيني اللي هو برايفت بروجرام، هو مش برايفت بروجرام. هما حركة بتعملها هاكر وان عشان تروح تتست على البروجرام ده، وهو في الحقيقة أصلا مش برايفت. انت دخلت اهو موجود، مش لو كتبت هاكر وان هو مش هو بابليك عادي، مش برايفت، فاحنا هنتست على البروجرام ده. تمام. أول تكنيك أو أول تول هنستخدمها ظهر فيستا. نكتبها في فيستا. دي تول بيلت ان في الكالي، بتخليك بتديك شوية معلومات على التارجت، ومنها الايميل ادرس والهوست وشوية حاجات كده هنشوفها. نفتح. ماشي، نكتب ده فيستا فود اتش كابيتال. لا لا، نعمل داش اتش نشوف المانوال بتاعها. آه قال لك داش اف عشان اوتبوت، داش دي تكتب الدومين اللي انت عايزه، وداش بي شوف بقى السيرش انجن اللي انت عايزها تبحث فيها. فاحنا هنعمل حاجة، يبقى نكتب زهرة فيستا، نكتب داش دي الدومين بتاعنا اللي هو ده. هنعمل كوبي و لا، احنا عايزين ماشي. وبعدين ونعمل ايه تاني؟ نشوف ايه السيرش انجن اللي عايزين نبحث فيها، نخليها جوجل ولا نخليها كله؟ نخليها كله مش مهم. وده شايف عشان اوتبوت نسميه list 1 مثلا. يبقى كده هتبحث عن الدومين ده في كل السيرش انجن، هتشوف المعلومات اللي هتطلع عنها انت كده. هي بتبحث تمام. آه، تبقى دي collect emails، وعايزين نعمل نسجل كل حاجة هنلاقيها. بص، حتى أنا أي نوتس بكتبها بسجلها. مش طبيعي إن أنت هتحفظ كل التكنيكس وكل التولز اللي أنت هتعملها. يعني مثلا في الاس اس ار اف أنا كاتب نوتس ليا لما أجي أتست على اس اس ار اف بخش أفتحها. أي ريزلت هتطلع هنكتبها هنا. ماشي، نسميه ريكون، وغالبا هيقعد شوية حلوين، فأنا هعمل بوست بريكورد، وأول ما يخلص تمام هي خلصت. نشوف بقى ايه الداتا اللي هي جابتها لنا. آه كل ده طبعا سب دومين، المفروض نسجل كل الكلام ده. ماينس بس. كل دوت اي بي هي جابتهم، وما لقيتش ولا يوزر على لينكد ان. المفروض هناخد، بيقول لك بص على اليو ار ال دول. احنا المفروض هناخد كل الاي بي دي نسجلهم.
نكوي، نكتب هنا اي بي، هنا كده سجلناه. و هي طبعت ايميل واحد برضه لازم نسجله. طلعت سب دومين برضه لازم نسجلهم، كده كده احنا عاملين الاوتبوت سيف، مش لازم نسجل كل ده، احنا كده كده عندنا فايل فيه كل الحاجات دي. تمام، هي دي ظهر فيستا، بتجيب لك شوية معلومات كويسة يعني. آه هي بيلت ان في الكالي، فمش هتحتاج تنزلها. تاني تول معانا اسمها الفوكا. تمام. آه بيقول لك دي تول to find metadata and hide information in document. يعني هي بتعمل ايه؟ فكرة التول دي بتعمل ايه؟ بتخش تبحث في جوجل او اي محرك بحث زي بينج مثلا، وتشوف مثلا اللينك ده ليه PDF كان منشور تحت اسم الدومين ده، فبتفتح PDF ده وتشوف لو في معلومات هتحتاجها، زي مثلا شوية ايميلز في PDF، او مش PDF بس، ممكن اكسل او اي ميتا داتا. هي دي يعني ميتا داتا، الملفات زي PDF واكسل واي دوكيمنت يعني، وبتبحث جواه عن اي داتا هتهمك، وبعدين بتحطها لك. تعالى ننزلها ونشوف نشوف نشوف هي بتعمل ايه. هو طالب منك تنزل SQL سيرفر، هتنزله عادي. ماشي، هو نزل عندي، ماشي يعني انت هتنزله من هنا، وبعدين هتنزل الفوكا من هنا. هحط لك لينك SQL كمان. آه. دي بتبحث في الميتا داتا فايل، ميتا داتا فايل زي PDF او الاكسل، او ممكن حتى الصور عن اي داتا تهمك فيه. انا عندي الفوكا نازله كده كده. هي دي هي دي تقريبا التول الوحيده اللي هنستخدمها في الويندوز يعني. مش معنى ان هي GUI ان هي وحشه، لا. نعمل نيو بروجكت. هو طالب منك الدومين اللي هو الدومين، اسم البروجكت تيست واحد. ماشي، ونعمل كريت. هي بتقول لك السيرش انجن اللي انت عايز تبحث فيها، نختار التلاتة، وايه الاكستنشن اللي هي تدور فيه، PDF وBPT بار اللي هو باوربوينت، نختار كل ده. وبتبحث جوه الاكستنشن دي او جوه الدوكيومنت دي عن اي داتا احنا ممكن تبقى سنسيتيف ان احنا نبص عليها. نعمل سيرش اون. دلوقتي هي بتبحث في جوجل طلعت لي مثلا الملف ده. تعال نشوفه قبل ما تخلص. تعال نعمل له اوبن. يا عم مش عايز اسجل في مايكروسوفت انا. فبتبحث جوه الحاجات دي مثلا عن اي داتا مهمة، وبعدين هي بتعمل لها تحليل الداتا دي، وبعدين بتعرضها لك. هنشوف ازاي الكلام ده دلوقتي. هي لقت كل ده، هي خلصت. المفروض بقى ان احنا ناخد دولت مثلا ونعمل لهم
extract الميتا داتا. بص بقى، هي هنا جابت لك مثلا، في دول جابت لك 5 يوزرز و5 فولدر و... وبرينتر، اسم برينتر اللي هم شغالين بيها، والسوفت وير، والاوبريتنج سيستم ويندوز شغالين بويندوز هما. المفروض بقى ان احنا نختار كل ده. تعال نختارهم، يعني مفيش مشاكل. نعمل اكستراكت الميتا داتا، عملناهم ده اهو. المفروض احملهم الاول. شوف قد ايه معلومات هي جابتها لك. نعمل داونلود. بسم الله، نعمل داونلود. بص، جابت لك قد ايه يوزرز شغالين في الشركة دي، وقد ايه فولدر موجودين ممكن تبص عليهم. هما احنا قلنا شغالين بويندوز، فهتلاقي معظم الفولدر شغال اولها سي او اس، زي ما في ويندوز يعني. وجابت لنا 3 ايميلات، المفروض برضه نسجل الكلام ده. مم. وهتفضل شغالة يعني. المفروض بقى برضه الكلام ده احنا نسيبه، نعمل له سيف ونكتبه في ريبورت عن أي حاجة هتفيدنا. هنعرف ازاي ممكن نستفاد بالداتا دي دلوقتي. تمام. هي دي كانت الفوكا، تول جميلة ولطيفة يعني. أنا عن نفسي بستخدمها. كفاية كده. هي دي الفوكا. تمام كده. أظن مفيش أحلى من كده يعني. نعمل اكسبورت الداتا من الفوكا. ناخد شوية الليبلات دول نحفظهم. آه. عايزين بقى نشوف الليبلات دول ليهم داتا بابليك على السوشيال ميديا، أو ليهم داتا بابليك ولا لأ. في سايت اسمه بيبول فايندر. هو ده. نعمل لوك اب. هاخد مثلا، خد ده كده. نعمل سيرش. هو بيبص هنا بالسيرش انجن، بيبص على كام سوشيال ميديا، هل ليهم داتا موجودة بنفس الايميل ده ولا لأ. غالبا مش هيلاقي يعني، ممكن يلاقي برضه عادي. تمام.
احنا كده بنعمل سيرش بالايميل ده، هل ليه داتا موجودة على 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 جوجل ولا لا. لا، ملقاش حاجة. ممكن بقى نجاوب الايميلات اللي احنا اخدناها ونشوف ليهم داتا ولا لا، بس عشان ما نضيعش وقت فكفاية كده. واحد ممكن يجي يسألني دلوقتي، طب انا هعمل إيه شوية الايميلات اللي انا جبتهم دول. هقول لك انا. مثلا الايميل ده الداتا بتاعته كانت متسربة. يعني مثلا الايميل ده آه كان متسجل في موقع، والموقع ده الداتا بتاعته اتسربت ونزلت على جوجل او نزلت على اي مكان. طب ما انت ممكن تروح تشوف الداتا اللي اتسربت دي، وتشوف الباسورد بتاع نفس الايميل لو هو متسرب او لا، وبعدين تجرب تسجل بيه. مش ممكن معاك ينفع كده؟ يبقى انت اخدت اكسس من غير حاجة حرفيا يعني. فاحنا ممكن نشوف حاجة زي دي ازاي. ممكن نفتح موقع زي ده. في اغلب الاوقات مبيبقاش متسرب يعني، وساعات بيبقى متسرب. وممكن نكتبه هنا، مننساش انا كاتبه. تمام. ممكن مثلا نشوف الميمز اللي احنا جبناهم. نشوف مثلا حاجة زي كده اهو. فعلا طلع متسرب. طلع متسرب وبيقول لك اتصرف فين وازاي تعرف تجيب الداتا دي. مثلا ايه، اتصرف من 10 مليون ريكورد. فانت ممكن بقى تخش تسيرش على الداتا دي، الداتا اللي اتسربت دي، وتشوف اسمها اللي هي دي، وتحاول تجيب الباسورد بتاع نفس الايميل، وبعد كده بقى تسجل بيه. بس هو ده يعني. انت هنجرب ايميل تاني. ناخد ده مثلا. لا، ده ملوش داتا ليك، بس اللي احنا جربناه التاني كان ليه داتا ليك. فاحنا ممكن نطبق السيناريو اللي انا لسه قايله ده. حرفيا الموضوع ده مهم. ولازم كنت اتكلم عليه. وفي ناس ممكن تعمل الموضوع ده. بس حرفيا انت لو لقيت ايميل الداتا بتاعته دي، ولقيت الباسورد بتاعه سواء كان هاش او فكيت الهاش بتاعه، هنتكلم عن ده بعدين. وحاولت تسجل ونفع التسجيل، حرفيا انت كده وصلت لاخر نقطة من غير ما تعمل اي حاجة، من غير ما تخش بقى ولا تطبق ثغرات. بس عملت يكون صح. تاني حاجة عايز اتكلم عنها اللي هي الدوكينج. كتبنا سيمبل جوجل دوكينج مثلا. هنا مثلا بيقول لك انا ببحث في جوجل عن التكست اللي انت هتكتبه هنا، عن اي حاجه فيها تايتل. يعني مثلا ممكن نقول الدوكينج ده عمليه بحث متقدمه بتعمل فلتريشن للريزلت، بحيث ان انت الريزلت بتاعتك تكون يونيك اكتر، وتدور بس على الحاجه اللي انت عايزها. لو خدنا مثال مثلا، انا ببحث عن اسم الموقع ده احنا عايزين. ممكن يجي لي حاجات مش تبع الموقع اللي انا بحثت عنه او الاسم اللي انا بحثت عنه، يعني حاجات ملهاش لازمه بالنسبه لي. فاحنا ممكن نعمل حاجه زي نعمل سيمبل دوكينج. نعمل ايه؟ نكتب سايت ونكتب اسم بقى الحاجه اللي احنا عايزين ندور عليها. بس المفروض بس كده. آه ممكن. لأ. احنا المفروض نديله سايت اصلا. احنا المفروض نعمل دوت كوم هنا. ناخد الموقع ده ونكتبه هنا. عشان النقطة دي. هنا بقى، هنا الريزلت اللي جات لك
لازم يكون اخرها السايت اللي انت كتبته هنا. يعني انا كتبت هنا اسم المانيو لايف اللي هو اسم التارجت بتاعنا، لازم الريزلت اللي تطلع يبقى اخرها اسم التارجت ده. اهو اهو كده. هو ده معنى الدوكينج. لو دخلنا هنا مثلا بص، كل اي ريزلت هتيجي ليها دعوه باللي انا كتبته جوه الدوكينج ده. يعني الدوكينج ده او الدوك ده بيبحث عن اليونيك داتا اللي انت بتديها له، ويطلع لك ريزلت عنها، بدل ما انت كنت تكتب السايت ده ويجي لك ريزلت ملهاش دعوه باللي انت كنت بتبحث عنه. ممكن نستغل الموضوع ده، حوار الدوكينج ده بايه. نكتبه الاول دوكينج. نخش على حاجه زي في ده اسمه ده اكسبلويت داتابيز. ده موقع بيبقى عليه معظم الاكسبلويت بتاع الثغرات. فهنا بيقول لك في حاجه اسمها الجي اتش دي بي، اللي هي جوجل هاكينج داتابيز. في بقى دوكينج زي دي، مثلا بيبحث جوه الموقع عن مثلا هنا كلمه ادمن فايل تايب، بيبقى ميس كونفيجريشن في الموقع، بيخليني حاجات بقى ايه على حسب الدوك. على مثلا الدوك ده نكتب باسورد مثلا. آه ناخد حاجة زي ناخد حاجة زي دي مثلا. نعمل كوبي كده، نروح نبحث عليها في جوجل، ونخش مثلا على حاجة زي دي. لا، نخش على حاجة زي دي. ده الدوكي ده بيبحث جوه الجيت لاب عن اي باسورد او ايميل ليجد للموقع اللي احنا بنكتبه يعني. بس عايزين ناخد حاجة تانية تبقى ابسط شوية. ده بيبحث في بيست بن مثلا، وهنا بيبحث في جيت لاب او مكتوب سايت جيت لاب عن اي باسورد او ايميل ليجد في ال يعني ايه. يعني بيبحث في الدوكي ده عن اي موقع ليه باسورد او ايميل مش متسربين بس جوه الموقع ده. يعني ممكن ناخد حاجه زي دي سيمبل شويه. بص مثلا هنا ده الموقع ده لما كتبت الدوك على جوجل كان فولنبل للموقع ده، للدوك ده. فبص خلينا على دي، بس ما ينفعش نقرا الحاجات دي طبعا عشان الموضوع ده الليجل وغلط اللي احنا بنعمله ده اصلا. بس نفس الكلام هنا، خلينا اقرا الادمن دوت بي اتش بي. يعني انا ممكن اصلا اخد ار سي، اخد شيل على الموقع بس كتبت دوك، بس انا كتبت دوك من اكسبلويت دي بي. ناخد حاجه. مش بس انت ممكن تجيب الباسورد، انت ممكن اصلا تجيب الداتابيز كلها، تاكسس الداتابيز بتاعت الموقع عن طريق سيمبل دوك زي ده. ناخد حاجه مثلا زي دي. انتوا متخيلين الموضوع خطير ازاي؟ يعني مثلا هنا انا كنت مش عارف ببحث عن ايه هنا، بس ماشي. ممكن ناخده يوزر نيم او نكتب باسورد. آه لا، نشوف هنا مثلا. مم، برضو تعال نشوف حاجة تانية. هي دي تقريبا. شايفين خطورة الموضوع. هو هنا مديني اسم الداتابيز واليوزر بتاعها والباسورد بتاعها. يعني انا ممكن دلوقتي افتح
افتح التيرمينال بتاعي واكسس الداتابيز بتاعت الموقع ده. بس انا باستخدام دورك بسيط من جوجل هاكينج داتابيز. فهنا بقى الدورك بيشتغل ازاي؟ هو بيبحث جوه الموقع، او مش جوه الموقع، جوه بقى المواقع الموجوده على جوجل، عن ميس كونفيجريشن او خطأ في في الحاجه اللي بيبحث عنها دي، بتأديني اللي انا اقرا اليوزر او الباسورد بتاع الداتابيز مثلا، لو كالدور كده، او كمثلا كباسورد في او هنا مثلا بيقرا الباسورد في الموقع. يعني هو ايه، زي ايه، عمليه بحث متقدمه انت بتعملها جوه الموقع عشان تلاقي سنسيتيف داتا. هو ده اختصار الموضوع. قيس بقى على ده شويه دوكس كتير بقى. احنا جربنا الداتابيز وقرينا فعلا الداتابيز، وجربنا الباسورد وقرينا فعلا الباسورد. الموضوع ده طبعا الليجل وما ينفعش كنت اعمله، بس يلا بقى، كله رايح. صدقني بقى موضوع الدوكينج ده موضوع خطير جدا جدا جدا. ده بعد الحدود، يعني انت حرفيا انت ممكن تعمل اي حاجه بيه من غير ما شخص، بس ان انت بتكتب الدوك على جوجل وتشوف بقى ايه، هل حقيقي الكلام ده ولا لا. طب انت دلوقتي، انت ايه علاقة ده بالموقع اللي احنا بنتست عليه؟ تعال دلوقتي نعمل مثلا سيمبل دوك. ممكن نعمل حاجة زي سايت كده، ونكتب الموقع بتاعنا. مثلا حاجة زي كده. انا هنا بقول اكني بقول لجوجل جيب لي بس المواقع اللي فيها الموقع بتاعي اللي هو ماني لايف ده، وبحثت جواهم عن حاجة ليها دعوة بالادمن والباسورد. مثلا فتحنا دي كده. هنا مثلا من ظاهر قدامي ان دي الادمنستريتور بتاعت اللوجن بتاعت الادمن بتاع الشركه دي. انتوا شايفين الموضوع خطير ازاي؟ طب انا لو معايا بقى اليوزر اي دي والباسورد، انا كده اخدت اكسس على الموقع اهو. ده هو ده الادمن بانر بتاعته. انتوا شايفين الموقع الموضوع خطير ازاي؟ ثانيه كده. طالب مني يوزر اي دي، فاحنا بقى نبدا نبحث عن اليوزر اي دي والباسورد. عرفنا نجيبه، ممكن خير وبركة، ما عرفناش خلاص. طبعا الموضوع ده برضه الليجل وما ينفعش ان احنا نعمله. يا رب تكونوا فهمتوا موضوع الدوكينج ده، وفهمتوا ليه هو خطر وازاي نطبقه على على الموقع بتاعنا. وبقى ممكن بقى نجرب اكتر من دوك ده سيمبل دوك ان احنا اللي عاملينه. عايزين نشوف مثلا حاجة تانية. بلاش بلاش بلاش. فممكن احط لكم موقع الموقع ده كده. فين الماتيريال؟ تبقى حاجة زي دي، ممكن بقى ايه تجربوها انتوا. وبس كده. ده موضوع الدوكينج. ماشي. شوف انا بخطوة ازاي، خطوة بسيطة وصلت للادمن بانل. بس أنا كتبت دوك بيبحث عن كلمة ادمن او باسورد. الادمن والباسورد دي موجودة فين؟ موجودة في صفحة الادمنستريتور. انا لو جبت الاي دي او لقيت ليك للاي دي ده او باي طريقة بقى، آه كده انا وصلت لاخر خطوة اللي انا كنت عايزها، بس باستخدام الريكون. طيب انا كده بالدوك ممكن اسيرش على حاجه زي دي. او مش بس كده، أنا ممكن بس اسيرش على السب دومين، اجمع السب دومين وابدا اكتب السب دومين دول. في حاجه تانية برضه عايزين نتكلم عليها اللي هي شودن. شودن ده ممكن نقول ده زي السيرش انجن، بس مش بيبحث بس في جوجل، ده بيبحث في العالم كله عن الاي بي او السب دومين اللي انت هتكتبه له. هل ممكن نستخدم دوكينج هنا؟ ايوه ممكن. انا كنت بتست على مثلا على اي بي ام، فكتبت فعلا دوك، او مثلا الدوك ده بقول للدوك جيب لي اي حاجه ليها دعوه بالاي بي ام دوت كوم، بس النتيجه تبقى 200. يعني يجيب لي بس الموقع اللي شغالين. اعمل لوجن. ما علينا.
not either found SSN. ممكن نعمل كده. الموضوع سنسيتيف برضه، يعني انا لما عملت مسطره اشتغل، ما كنتش عامل مسطره ما اشتغلش. تعالوا مثلا احنا فكك من اي بي ام، احنا شغالين على التارجت ده. ممكن نعمل حاجه زي كده. شودن ده اكنه بيبحث عن في العالم كله عن حاجه اللي انت مش بس في جوجل، وبيجيب بقى الاي بي او الحاجه اللي انت كتبتها له، فاحنا بنستخدم الدوك في شودن عشان نعمل ريكون. احنا ممكن نشوف حاجه زي كده. آه... آه. ممكن نعمل حاجه زي مور حسن HTTP تايتن. تمام. عايزين نشوف حاجة ليها دعوة باللوجن أو مثلا index of weather found. ماشي يا عم، ليها دعوة باللوجن كده مثلا. لا يمكن هذا تفويض صنع. ماشي. ماشي، نجرب حاجة زي كده برضه. مش قادر يفتح معايا. برضه دي بدل ليها دعوة بالأدمن لوجن. برضه شايفين ممكن بقى نجرب ديفولت كريدنشال زي أدمن وأدمن. برضه دي ليها دعوة بالأدمن لوجن. آه. ممكن بقى احنا لو معانا مثلا ايميل لقيناه ليك بقى للشركة اللي هو مثلا ده، ولقينا فعلا الباسورد بتاعه واخدنا اكسس عليه، نروح كاتبينه هنا 5+10 30 تقريبا. اهو بيقول لك انا بعت رسالة، بعت رسالة الفورجيت باسورد الايميل ده اللي هو متسجل عندنا. فانت لو اخدت اكسس على الايميل ده، انت متخيل بقى هتعرف تعمل ايه؟ انت اكسست الشركة حرفيا. ده كان موضوع شودان. ممكن نكتب في الماتيريال. ممكن برضه نبحث بالحاجة اسمها signature. آه عايزين نجيب السيجنتشر بتاعت مثلا. آه دي السيجنتشر بتاعتهم. ممكن نبحث عن ناخد السيجنتشر دي يعني اكن التوقيع بتاع الشركة اللي لازم يكون على كل دومين فيها. فانا ممكن ابحث عن استخدم السيجنتشر ده ان انا اجيب سب دومين للشركة مثلا. اعمل كده، انا ببحث بالسيجنتشر اللي لازم يكون جوه السب دومين بتاع الشركة. فانا كده مش بطلع بره السكوب، انا كده بدور بس في السكوب عشان الريزلت بتاعتي تبقى ليها دعوه بالشركه. السيجنتشر ده لازم يكون في اي موقع تابع للشركه دي، لازم يكون موجود. ف... فانا استخدمته ان انا ابحث بيه بدل ما ببحث بالموقع، بحيث ممكن يجيب لي ريزلت مختلفه بقى. ممكن نجرب بقى هنا ديفولت كريدنشال زي تيست او تيست. ساعات بتنفع الموضوع ده، خلي بالكم. مش موضوعنا برضه، مش موضوعنا. تمام.
عايز اتكلم برضه عن الويب اركايف. اركايف الويب اركايف ده ممكن نقول ده زي مكتبة فيها نسخة من المواقع القديمة. يعني مثلا أنا عندي الموقع ده مثلا، هل الموقع ده التصميم بتاعه كان هو زي ما كان في 2019 أو 2018؟ أكيد لأ، أكيد في تحديثات بتحصل. فالويب أركايف ده بيجيب لك بقى الشكل القديم بتاع الموقع. طب أنا ليه أبقى أعمل زي حاجة زي كده؟ أو ليه أعمل حاجة زي كده أهو مثلا؟ في 2022 ناخده مثلا موقع من 2002، ناخده نشوفه شكله كان عامل ازاي. بيعمل له لودنج. انا بستفاد بحاجه، او كان شكل الموقع كده في 2013 ولا مش عارف احنا. ممكن بقى هنا انا اشوف سنسيتيف داتا، او اشوف معلومات ممكن تفيدني في البين تيستنج، استخدمها بعد كده او اعمل لها نوت. آه، بس كده. فانت ممكن تلاقي داتا هنا مهمه في الموقع قديم ما بقتش موجوده وهو جديد، تستخدمها ان انت هتستفاد بيها بعد كده. هو ده موضوع الويب اركايف. ليهم تقريبا سكريبت، ما اتذكر اسمه ويب باك باين. انا نجربه. ويب باك سكريبت، الانستليشن بتاعه. آه. انا ما عنديش الجو هنا، ف ممكن ننزلها عندنا هبقى انزل لكم سكريبت. بس حد يفكرني بينزل الجو، عشان تسطيب الجو ده حاجة بيض الصراحة. هنزل لكم سكريبت بيأوتوميت الموضوع ده على طول من غير ما تعمل أي حاجة. عايزين نجرب السكريبت بس. فاحنا ممكن بقى نشوف السب دومين اللي جمعناها، ونحطها في ملف تكست، ونعمل له بايب، ونخليه يجيب لي الواي باك بتاع اليو ار ال ده كله. ساعات برضه احيانا بيجيب لك حاجات لايف انت مش شايفها. يعني ممكن يجيب لك موقع لايف لسه موجود حقيقي بس انت مش شايفه هنا. فبرضه ده الناس مش بتست عليه، او هيبقى حاجة بالنسبة لك حلوة يعني ان انت تست عليها، او لقيت ثغرات فيها. طبعا احنا الكلام ده هنعيده تاني في الويب ابلكيشن ريكون، بس قلت ما اقوله برضه عشان تكونوا عارفين. ممكن نعمل ايه؟ نعمل انستليشن. هي غالبا نازلة عندي يعني فمش هتنزل. المهم احنا عايزين نعمل ايكو مثلا. انا كنت هي نازلة عندي كده كده، فمش محتاج ان احنا ننزل. اه مثلا حاجة زي دي. بس بدل جوجل بقى هنكتب الموقع بتاعنا اللي هو .com. او جاب لك، بص شايفين كل دول؟ جاب لك كل المواقع اللي ليها دعوة بالويب اركايف بتاع السب دومين ده. ما انت المفروض بقى بتست على كل دولت يعني. المفروض. ممكن برضه نستفاد بحاجة زي كده. ممكن نشوف نشوف
نجرب بقى نفتح بقى الحاجة اللي انت شايفها مهمة ممكن تفتحها، حاجة زي كده مثلا. أوكي. ماشي، ما علينا، يبان عليها هتطول. هو ده الويب اركايف، ان انت بتدور على الاشكال القديمه بتاعه الموقع، بحيث ان انت ممكن تلاقي سنسيتيف داتا عنه، او تجمع سب دومين عن الموقع او عن الشركه اللي انت بتعملها بنت. آه... تمام. في تول اسمها سبليستا. الانستريشن بتاعها بيقول لك في الديبيان هتعمل سودا اي بي تي جيت انستول للبايثون ريكويست، و ده بيقول لك الاكزامبل بتاعها مثلا، ناخد حاجة زي كده. السب لسته مش عارف عندي ولا لأ. دي سب لسته داش اتش. اه هي عندي. هتعمل لها، تعال ننزلها تاني مع بعض برضه. هتعمل لها جيت كله من هنا، و... وبعدين هتحط الأمر ده عندك في التيرمينال، وبعدين تحط الأمر ده، و... ولو الريكويرمنت بتاعتك مش نازلة تعال ننزلها، تعال ننزل. ممكن نعمل سي ديسكتوب. هنا بقت 3D سب لسته، وبعدين هننزل الريكويرمنت بتاعتها. هنا الأمر ده بيقول لك يعني، شايف الملف التكست ده بينزل الحاجات اللي موجودة جواه، عشان الحاجات اللي موجودة جواه دي هي اللي بتشغل التول، باختصار يعني. هو كده نزلت، وقال لك بعدين تعمل ايه. آه كده نزلنا ريكوست، المفروض تشتغل دلوقتي. لو عملنا بايثون سب لسته، بايثون 3. اه هي اشتغلت معانا كده. عندك الاستخدام بتاعها، اللي انت بتديها السب دومين اللي انت عايز تجمع عنه. ممكن نعمل حاجة زي كده، بايثون 3، والدومين بتاعنا اللي هو moneylife.com. فهنا بقى بيبحث بقى في ياهو وجوجل وبينج بأكتر من سيرش انجن عن السب دومين ده، بحيث ان هو يجمع لنا سب دومينز عنه. واللي مش عارف يعني ايه سب دومين، يعني موقع متفرع، مش من الشركة من الدومين الرئيسي يعني. يعني الموقع ده موقع تاني متفرع منه، ده الدومين الرئيسي، المتفرع منه اسمه سب دومين. اهو جاب اهو مثلا ده متفرع منه، هكذا بقى جاب شوية سب دومينز برضه المفروض نسجلهم. نتست على كل دول. وفي كمان crt.sh، ابو شوفوا انتوا بقى. تكتب بقى الدومين اللي انت عايزه، وتكتب سيرش هيجيب لك برضه سب دومين. اخر حاجة الانفورميشن جاذرنج فريم ورك، او الاوسنت فريم ورك، زي المالتيجو والاوسنت فريم ورك. هنشوف المالتيجو دلوقتي. هي هي بيلت ان في الكالي، بس هتكتب مالتيجو وتشغلها. في الأول هيطلب منك تسجيل، فهتسجل بالإيميل عادي يعني، بس أنا عشان مسجل قبل كده
دخلت على طول. المالتيجا والاوسنت فريم ورك شايفين كل اللي احنا عملناه فوق، هي بتوفر لك حاجات زي دي، بس بواجهة جي اي بتبقى حاجة ظريفة يعني، وبترتب لك الحاجات اللي انت هتعملها، اللي انت بتبحث عنها، وفيها كذا اوبشن ان انت تبحث عن الايميل او برقم التليفون زي ما هنشوف دلوقتي. الحاجات اللي على الشمال دي الحاجات اللي انت عايز تبحث عنها. عندنا مثلا دومين وعندنا ايميل ادرس، ممكن برضه نجرب الايميل ادرس اللي احنا طلعناهم نبحث بيهم في المالتيجو، ورقم برضه طلعنا شوية ارقام ممكن نجرب. آه، وفي دي ان اس نيم وسي في اي واسم الشركة والديفايسز، يعني فيها شوية حاجات حلوة. فاحنا ممكن نجرب نبحث بالدومين، هناخد الدومين كده ونسحبه ونحطه هنا في النص. هنا هنكتب اسم الدومين اللي عايزين نبحث عنه، نتك ضغطتين ونكتب هنا الدومين. مم. تمام. الدومين بتاعنا اللي هو المونولايف لايف دوت كوم. تك اوكي. هنا بقى هي هتعمل ايه المالتيجو؟ هي هنا المفروض هتبحث في الثيرد بارتي اللي هو السيرش انجن، وتجيب لنا بقى، شوف هي هتجيب ايه بقى. عندنا كذا اوبشن. اول اوبشن بيقول لك تختار الكود ولا عايز تبحث عن حاجه معينه. عايز تبحث مثلا عن ايميلات الدومين ولا تبحث عن، تعال نجرب مثلا الله أكبر الله أكبر. لو عايزين نبحث مثلا بالايميل او بالدومين او بالدي ان اس، مثلا نجرب بالايميل. يقول لي مثلا from who is، يبحث من ال who is ولا لأ. ممكن نجرب حاجة زي دي كده، وده فعلا أكتر من إيميل ليهم دعوة بالمونولايف. ممكن احنا لو اتكينا أقول هيطلع لنا أكيد إيه، عشان معناش النسخة اللايسنس، بس يلا نجرب. هيطلع أكيد ديزرت كتير أوي يعني. أهو. بص قد إيه كمية الداتا اللي المالتيجو مطلعها، وبيديلك في واجهة جي أي كده عشان تعرف تبحث بسهولة، المفروض يعني. آه ماشي. خلاص يا عم عيش اللايسنس. نفتح دي كده. عايز تكبر تصغر تتحرك من الماوس برضه ينفع تعمل. جاب لك أرقام، جاب لك شوية سب دومينز، وجاب لك أسامي الناس اللي شغالة في الشركة دي، وجاب لك برضه شوية سب دومين. وجاب لك المكان بتاعهم. يعني طول ظريفة الصراحة. والميزة برضه جاب لك 32 إيميل. ال- الفوكا ما كانش طلعت 32 إيميل. برضه الميزة في مالتيجو اللي هي فيها كذا اوبشن، يعني على عكس انت عايز تبحث بيه وهي هتجيب لك معلومات عنه. يعني مثلا لو معاك رقم حد عايز تعمل ريكون عليه، بدل ما تفضل تسيرش انجن عليه، ما انت ممكن تكتب الرقم وتسحبه كده كمثال يعني، وتكتب الرقم وهو هيبحث لك عليه. و... والدوكيومنت برضه يبحث عن الدوكيومنت زي فوكا، وبتعمل بوت سكاننج. يعني شغل عادي صح. آه... هي دي المالتيجو. عايزين نجرب حاجة تانية فيها مثلا. اه وفيها برضه ميزة، مثلا الرقم ده انت عايز برضه تجرب من الرقم ده تسيرش عليه برضه، تعمل له لوك اب مثلا. فهو برضه الريزلت اللي طلع ممكن تعمل لها سيرش تاني على حسب بقى الريزلت. وكذلك في الايميل وكده، بس حجم الترافيك بيبقى عالي، فانا مش محتاج اعمل كل ده، بس نجرب مش مشكلة. برضه السب دومين ده بيقول لك عايز اسيرش عليه ولا لا. آه، ممكن. ومكان الشركة فين يعني، واسم اللي شغالين في الشركة، ممكن برضه نعمل كده.
ويجيب له معلومات عن الشخص. بس اعتقد، شوف، اه فعلا جاب لي داتا ولا مجابليش؟ اه جابلي. ده مش جاب لي داتا، ده جاب لي تاريخ حياته والايميلات بتاعته يعني. تقريبا يقول لي قناة يوتيوب ولا ايه بنفس الاسم ده. يعني هي دي مالتيجو يعني. وصراحة مفيدة جدا يعني، ولا غنى عنها في حتة الانفورميشن جاذرينج. بالمناسبة هي دي المالتيجو دي اللي عاملاها شركة اوفنسيف سكيورتي، اللي هي عاملة بكالي أصلا. تمام، دي كانت أول فريم ورك اللي هي مالتيجو. نشوف تاني فريم ورك عندنا، الأوسنت فريم ورك. أوسنت ورك. بص برضه دي، بس دي اونلاين، مش ملهاش تول يعني. هنا مثلا بيقول لك انت معاك ايميل، عايز تبحث عن الايميل ادرس او عن اليوزر نيم، فتتك هنا، ودي الخيارات بتاعتك اللي ممكن توفرها لك التول عشان تبحث بالايميل. مثلا حاجه زي هانتر، حاجه زي ميل دي بي. وهنا مثلا ايه، تكتب الايميل وهو بيبحث زي فكره جوجل فايند، بس اكيد كل حاجه هتطلع ريزلت مختلف عن الحاجه التانية. آه، ممكن نفتح النوت بوك بتاعتنا. يا عم لأ يا عم، نجرب مثلا نبحث الإيميل، أي إيميل تبع الشركة مثلا. ركز أكتر في اللي حصل له ليك يعني. أي إيه، لأ ده هنا بيقول لي إيه. لأ هنا طالب مني الدومين، وهو اللي هيجيب الإيميلات. أي حاجة. في هنا مثلا إيه، 600 ريزلت. لايف دوت كوم. بص جاب لك 600 إيميل تبع الشركة، بس بيقول لي لازم تكريت اكونت، وهتاخد بس 25 سيرش في المنص. بس هنا يعني جاب لك 600 ايميل، ما كانش فيه ولا طول طلعت الكلام ده. نشوف حاجة تانية. آه... زافيستا اللي احنا استخدمناها. غالبا التي بيبقى سكريبت او تون، والدي بيبقى جوجل دوك، وغير كده بيبقى موقع يعني. في حاجات زي البابليك ريكورد، ممكن الميتا داتا اللي كانت الفوكا بتعمله، هي الفوكا حتى مكتوبة. وبيقول لك الدارك ويب، مالناش دعوة احنا بالحاجات دي. والفيديو أو الصور، يعني شغل عادي برضه. ممكن تساعدنا هنا، هي هتساعدنا مش ممكن. أحط لكم موقع. بس كده احنا كده ممكن نقول خلصنا الجزء غطينا معظم الأجزاء بتاعت الانفورميشن جاذرينج. المفروض بقى التاسك بتاعكم ان انتوا هتختاروا بروجرام على هاكر وان، وبعدين تعملوا عليه ريكون وتكتبوا ريبورت وهنبص عليه سوا. آه... ايه تاني؟ بس اعتقد كده مفيش حاجة تاني. مم. بس كده يا شباب، خلاص خلصنا الجزء ده، ويعتبر غطينا معظم بقى. مش شرط بقى انت، اللي انا ممكن تستخدم حاجه ما استخدمتهاش مثلا يعني. انا ما جربتش كله، انا بس افتح عينك على اكتر من حاجه. آه و...
وان شاء الله تعملوا ريبوت ونشوفه انا وانتوا مع بعض. يلا مع السلامة.